رجعنا وياكم مرة ثانية أعزائنا المشاهدين بعد مشاهدة هذا التقرير اللي يتكلم عن محور حلقتنا وهي ظاهرة التسول. نتكلم أكثر بتفاصيل هذا الموضوع، التسول بين الحاجة والاستغلال. أكيد ويانا وإياكم ضيفنا الدكتور خليل محمد الخالدي، الأستاذ الدكتور في علم الاجتماع في جامعة الموصل. صباح الخير دكتور. صباح الخير، هلا ومرحبا، حياكم الله. صباح الخير دكتور. جدا سعداء بوجود حضرتك. أكيد نتكلم بتفاصيل هذا الموضوع مثل ما شاهدنا التقرير، مثل ما تكلمت عن موضوع الحلقة التسول. كيف يعرف علم الاجتماع هذه الظاهرة وكيف حدثت هذه الظاهرة؟ هل هي حاجة حقيقية أم نقول أنه حدث ظاهرة انحراف اجتماعي ظهر في تفشت هذه الظاهرة في المجتمع؟ نعم، شكرا لكم، شكرا لقناة العراقية السريانية على هذا اللقاء الذي يتناول ظاهرة في غاية الأهمية من الظواهر الاجتماعية التي يعاني منها مجتمعنا العراقي بشكل خاص ومدينة الموصل منها بشكل عام والموصل بشكل خاص. هذه الظاهرة ضاربة في القدم، ليست وليدة اليوم والليلة، وفي ذات الوقت هي ظاهرة عامة يعني تنتشر في كل المجتمعات البشرية، لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات، ربما حتى مجتمعات متقدمة نجد فيها نماذج ولو بسيطة من هذه الظاهرة. هي ظاهرة اجتماعية مركبة لا تعود لعامل بعينه أو سبب بعينه كالفقر أو التخلف الاجتماعي أو التفكك الاجتماعي، بقدر ما هي ظاهرة مركبة تكمن خلفها أسباب وعوامل عدة، منها الاجتماعية ومنها الاقتصادية ومنها الثقافية ومنها المؤسسية والتنظيمية، وحتى العوامل النفسية والفردية لها أثر بالغ في هذه الظاهرة. كثير من الأفراد ربما يدفعهم الدافع النفسي أو الفردي أو الرغبات المالية لمزاولة وتعاطي مثل نماذج من هذه السلوكيات التي تقع تحت طائلة التسول في مجتمعنا، الذي نجده بدأ ينتشر في كثير من المجالات وفي كثير من الأماكن، سيما في الأماكن الدينية ربما، وفي الأماكن التجارية، وفي تقاطع الشوارع، وفي الساحات، وفي كل مكان نجد نماذج من يعني قائمة وفاعلة يزاولون هذه الظاهرة بشكل علني. وطبعا يعني نجد منهم الأطفال غالبية ومنهم النساء وربما نجد الشيوخ. فهذه الظاهرة كذلك لا تقترن بشريحة بعينها أو تزاولها فئة معينة، لا نقول بس فقط الأطفال أم النساء أم الكبار أو الشيوخ. فإذن ظاهرة منتشرة بين أوساط المجتمع للأسف كظاهرة سلبية وغير حضارية تسيء إلى واجهة المجتمع وتسيء إلى حضارته وثقافته وسائر منظوماته القيمية والأخلاقية والاجتماعية. دكتور، نعم. ممكن نعرف شنو العوامل الأساسية اللي تدفع الفرد إلى التسول؟ صوت ممكن نعرف العوامل الأساسية اللي تدفع الفرد إلى التسول؟ دا تسمعني هسه؟ ما يتعلق بالعوامل، يعني كل ظاهرة لها أسبابها وعواملها أساسية في تواجدها وانتشارها في المجتمع، كظاهرة الجريمة والانحراف والبطالة والمخدرات والكحول وغيرها. كذلك ظاهرة التسول هي ظاهرة اجتماعية يعني تكمن خلفها أسباب وعوامل عدة، ولعل أبرزها العوامل الاقتصادية والتي يعني من ضمنها الفقر والبطالة ومحدودية فرص العمل وقلة فرص العمل وانخفاض المستوى الاقتصادي والدخل الفردي متوسط الدخل الفردي للأسرة طبعا، والغلاء المعيشي أحيانا، ويعني غلاء الأسعار وغلاء المعيشة قد تدفع ببعض الأسر زوج أطفال في هذا الجانب، سوى الأسر مهمشة
لدينا شرائح كثيرة مهمشة اللي يعيشون على شبكات الحماية الاجتماعية وغيرها. فهذا العامل الاقتصادي قد يلعب دور بالغ في الموضوع، يعني نعزوها إلى ظروف اقتصادية كثيرة ومتنوعة. وكذلك العوامل الاجتماعية يعني مهمة جدا في هذا الجانب اللي أساسه التفكك الأسري، تفكك الأسرة وتفكك المنظومات القيمية والأخلاقية في المجتمع، والتراجع القيمي والأخلاقي في كثير من المنظومات الاجتماعية ربما سبب هذا. والتفكك الاجتماعي اما يعني الأسر مفككة أو أسرة منفصلة أو يعني الوالدين مطلقين أو تعاني من يعني هجر أحد الأطراف أو غياب الأب أو غياب الوالدة عن الأسرة. فهذا موضوع كذلك مهم جدا، أنه راح الطفل يفقد الرقابة الأسرية والرقابة البيتية في هذا الجانب، ويبدأ يكون ضحية لهذا العمل، أو ربما يقع ضحية لعصابات تمتهن هذا العمل. نعم نعم. فضلا عن ذلك فتوجد أسباب ثقافية، حتى العوامل الثقافية كامنة موجودة في المجتمع متعلق بالبنية الثقافية والبنية الثقافية للمجتمع، اللي منها انخفاض المستوى التعليمي، انخفاض المستوى التربوي، أحيانا بعض الأعمال يعني مشرعنة في المجتمع وكأنها راسخة في ثقافة المجتمع، يعني مقبولة اجتماعيا. من مقبول أن نجد امرأة تتسول في الشارع والآخرين يتصدقون عليه بدافع إنساني وبدافع عاطفي، نعم بدافع ديني أو أخلاقي، أنه قد تكون امرأة محتاجة. هذا سؤالي نعم. التالي، شلون ممكن نفرق، أكيد كنا نشاهد هذه الظاهرة، شلون ممكن نفرق بين الشخص إذا يكون فعلا محتاج وقدم له مساعدة، وبين شخص يمتهن هذه نعم. المهنة، يمتهن التسول كمهنة؟ شلون أفرق بينهم وشلون ممكن أساعد نعم. كل على حدة؟ نعم والله هذه إشكالية فعلا، يعني يقع الناس ضحية لها كثير من الناس، لأنه أنت كيف تفرق بين متسول ذوي الحاجة وغير المحتاج، أو الامرأة ذات الحاجة التي دفعت الحاجة الماسة للتسول، أو الامرأة التي تهدف من ذلك جمع المال وجمع النقود. فهذا الموضوع بصراحة يعني صعب جدا، لكن ينبغي أن تأخذ المؤسسات الدولة كذلك يقع عليها عبء في هذا الجانب، يعني أن تراقب هذه الظاهرة في المجتمع وتقنن هذه الظاهرة، بحيث تصدر قوانين تحرم هذه الظاهرة وتعاقب عليها. من ثم يعني الهيئات الاجتماعية الفاعلة والمجتمع المدني ومؤسساتنا الاجتماعية، البيت والعشيرة والمجتمع كذلك هيئات فاعلة في هذا الجانب، يمكن أنه تمارس دور كبير في الحد من هذه الظاهرة. الطفل من عشيرة، الطفل من بيت، يعني يعرفون مدى الحاجة. يمكن عن طريق هذه الهيئات نقدر نعرف أنه هذه الأسر محتاجة أو غير محتاجة، وهذه الامرأة محتاجة أو غير محتاجة. يكون عندنا بيانات موثقة ربما من يعني الجهات الرسمية أو المجتمعية لكي نميز. ولا احنا في الأسواق في الشوارع نجد أنه امرأة تستعطي أو تتسول، والشيخ كبير يتسول، وطفل صغير يتسول، وأحيانا الشباب يتسولون بحجة العاهة أو العوق، أو حتى يختلق هناك قدرات مهارية في اختلاق بعض الفنون للتسول، كان يجعل نفسه معوقا العفو أو أعرجا أو كريم العين. يعني من سهول مكان في سياق هذه التطورات التقنية يجعل له يعني عاهة معينة ويمتهن هذه المهنة بدافع جمع المال. ونجد فعلا أنه ناس برزوا في هذا الجانب وقد جمعوا مال كثير. فللأسف أنه أصبحت مهنة التسول تحول من ظاهرة إلى مهنة ربما لدى البعض بعد أن فقد الحياء وفقد المسؤولية الأخلاقية. يعني فإذا السهولة مكان أنه يتجول في الشوارع ويستعطف، والمجتمع يعني يدفعه الدافع العاطفي الإنساني أحيانا بعض الناس، أو الدافع الديني اللي يحث على تقديم مساعدة والصدقة للفقراء والمحتاجين. لكن احنا يعني نشوف أحيانا من النساء على أبواب المساجد، على أبواب المراكز الدينية، على أبواب المزارات الدينية،
في الأسواق. يعني كيف تميز؟ يعني من الصعوبة مكان تميز بين هذه المحتاجة أو غير محتاجة إلا وفق بيانات ومؤشرات. مثلا تسجل هذه العوائل المتعففة عن طريق المراكز الدينية أو مساجدنا، أو تسجل وتوثق في مؤسسات الدولة. ومن ثم حتى الفاعل الاجتماعي، المنظمات الاجتماعية، المجتمع المدني والعشيرة والأسرة مسؤولة عن هذا الجانب، أنه كل يتحرك على آصرته القرابية ويعرف حجم الضرر والأسر المتعففة في منطقته أو في الحي الواحد أو في المنطقة الواحدة. وفق آلية التكافل الاجتماعي والتضامن يمكن أنه نسد الخلل هذا. يعني إذا عرفنا احنا بالحي الواحد اكو 5 أسر متعففة، تستطيع مثلا 50 أسرة في هذا الحي عن طريق وجهائها أن تجمع أموال معينة وتقسم على هذه الأسر وتمنعها من هذا السلوك، أو ربما عن طريق المساجد توزع هذه المعونات الاجتماعية للقضاء على مثل هذه الظاهرة وللتمييز بينها وبين غير محتاجين الذين بدأوا يمتهنون هذه الظاهرة بشكل كبير ويسيئون للآخرين ويسيئون للمجتمع ويسيئون للمنظومات القيمية الأخلاقية، ويشكلون أحيانا عقبة وعثرة في مواقف الترافيك لايت أو تجمعات أو السيارات، مدافعة ومزاحمة على السيارات والسواق. وأحيانا البعض هم من النساء والأطفال حتى يمتهنون مهن هامشية هي هدفها التسول، ولكن في ظاهرها أنه يبيع ورق الكلينكس مثلا أو بعض يعني السكاكر أو يعني حلويات أو شيء، وواقف في الشارع أو في السوق. يعني حجة هذه أو ربما وسيلة. هي دكتور هي صارت امتهان التسول. شلون ما ذكرت حضرتك هسه موضوع النساء والأطفال ويبيعون مثلا ككلينكس او يسوون نفسهم بان هم بيهم عاهه جسديه، كواحد رجله بها خلل او عينه او ايده، ويمكن يقعدون حتى على كراسي متحركه. هاي الظواهر كلها يمكن احنا شايفيها بالشارع. بس دكتور عندنا سؤال، ما المؤشرات وجود عصابات او جهات منظمه تدبر عمليه التسول؟ نعم، ولو الصوت واطئ. المؤشرات لدى الجهات الرسمية ينبغي أن تكون عندنا مؤشرات رسمية واضحة لدى الهيئات الرسمية وبيانات واضحة، سيما عن طريق شبكة الحماية الاجتماعية، منظومات الحماية الاجتماعية عندنا بآلياتها الفاعلة، وسائلها الفاعلة الناشطة في مدينة الموصل مثلا. يمكن أنه تشخص هذه الفئات الهشة والضعيفة والفقيرة، ويخصص لها طبعا وفق منظومات الحماية الاجتماعية رواتب محددة معروفة. لكن الإشكالية اللي تصير هي أنه هذا ربما هناك من لا يستحق هذه المساعدة يأخذ هذه المساعدة بطرق غير شرعية، ولكن هناك أسر متعففة وهي بحاجة إلى هذه المساعدات، لكن نجد أنه من الصعب مكان أنه تحصل على يعني دعم الحماية الاجتماعية، لأنه هناك معوقات وهناك مجموعة إجراءات ربما قد تكون بها جانب بيروقراطية صعبة حتى ربما هذه الأسرة تحافظ على، سواء كانت أسرة امرأة مطلقة، امرأة أرملة، أو امرأة ناقصة وجود الأب مثلا، أو ضعيفة الحال، في ضوء المنظومات ومؤشرات الحماية الاجتماعية تستحق هذه الرواتب اللي خصصتها للحماية الاجتماعية. فإذا هذا مهم جدا، يعني ينبغي أن تكون هيئات الحماية فاعلة في هذا الجانب، وربما هي تتبنى هذا الموضوع وتأخذ ممكن خلال يعني وسائلها وخلال الباحثين الاجتماعيين يأخذون يعني معلومات عبر أنه نجند كثير من الباحثين لاستقصاء هذه الظاهرة، ربما حتى من الشارع ممكن أنه نستقصي ونسجل أعداد هؤلاء المتسولين، ثم نعرف بيانات هؤلاء من حيث السكن، من حيث العائدية، وأين يسكن، وهل لديه راتب حماية أو ما لديه، وطبيعة الأسرة. فإذا تبين أن هذه أسرة يعني أسرة فقيرة ومتعففة تستحق
وأن الظروف الصعبة جعلت أنه ما تتمكن أنه تقدم على ربما ليس لديها بطاقة موحدة أو ليس لديها هويات أو فقدان أو ضياع، أو حتى بعض الأسر ليس لديها من يعني الإمكانيات المادية حتى تمشي إجراءات هذه المعاملة. فهذا يعني حقيقة مؤشرات مهمة جدا، سواء مؤسساتنا الرسمية والإحصائية مسؤولة عنها بشكل عام، طبعا هيئات الحماية الاجتماعية في المجتمع وفي الموصل بشكل خاص ينبغي أنه تبادر في هذا الجانب وتحاول الحصول على إحصاءات دقيقة لعلها تساهم في الحد من انتشار هذه الظاهرة أو القضاء عليها، وربما ننصف من هم بحاجة إلى مثل هذه المساعدات. نعم. كما ذكرنا هناك أطراف يمتهنونها هؤلاء، يعني يجعلونها مهنة لغرض جمع المال. جدا صحيح دكتور، أكيد احنا الهدف يكون نكافح هذه الظاهرة ونحمي كرامة الشخص المحتاج فعلا ونقدم له مساعدة حقيقية. سؤالي لحضرتك دكتور عن التأثير على ظاهرة أو صورة المجتمع أو صورة المدينة ككل، شلون ممكن تأثر ظاهرة التسول على صورة المدن العراقية؟ نعم. لا تخفى حقيقة بشكل عام الآثار السلبية والأبعاد السلبية لمثل هذه الظاهرة في المجتمع، لأن لها آثار سلبية كثيرة وأبعاد ثقافية حضارية، يعني تشكل فعلا ظاهرة سلبية. يعني حينما تجد المجتمع يعني فئة ليست قليلة أنها تمتهن التسول، فهذا يعبر عن مجتمع يعني ربما عن واقع متخلف، ربما يؤشر لي عن مجتمع يعاني من الفقر والبطالة والحرمان والبؤس والتشرد والانحراف والتراجع. يعني حينما تدخل مجتمع وتجد مظاهر حضارية جميلة وتجد الساحات والحدائق والبنية العمرانية نظيفة وجميلة، أكيد السائح أو الزائر سوف يبتهج في هذا الجانب. وحينما ينظر لنا بالشوارع يجد لي هذه الظاهرة تنتشر بشكل كبير، ربما ويتزاحمون على السواح. ربما يعني لاحظنا كثير فعلا السائح الأجنبي أو الزائر الأجنبي يأتي لكي يستمتع بمعالم أثرية مثلا في الموصل، وإذا بالمتسولين يلحقون به ويزاحمونه ويطلبون منه. فإذا هذا ايش راح ياخذ صورة عن هذا المجتمع؟ أكيد هذا تكون يعني مثلبة حضارية على المجتمع، يعني وتأشر على مستوى مؤشرات يعني تعبر عن تخلف اجتماعي وتعبر عن مساحة كبيرة أنهم فقراء ومهمشين وفئات معدومة الدخل، لا تفسر بأنه ربما هؤلاء يمتهنون هذه المهنة، فتتشوه صورة المجتمع بصراحة يعني كظاهرة غير لائقة، سيما إذا النساء، أخواتنا من النساء، بناتنا من الأطفال، بنات أطفال، هؤلاء يمكن أنه يعني للأسف أنه فئات معرضة للابتزاز الجرائم المنظمة والعصابات المنظمة، قد تستغل هؤلاء في يعني ممارسة أعمال تتنافى مع معتقدات المجتمع. فهذه إشكالية ذات أبعاد خطيرة جدا إذا ما سيطرنا على هذا الوضع، والأطفال ممكن أن يجيرون في كثير من مجالات، ربما إلى التطرف، إلى العنف، ربما إلى المخدرات، وربما إلى المتاجرة، ربما انحرافات أخلاقية وكثير من هذه الأمور. دكتور ممكن نعرف يعني شنو دور المؤسسات؟ يعني يعكس لنا مؤشرات سلبية تشوه صورة المجتمع ومعالمه الحضارية. دكتور ممكن نعرف شنو دور المؤسسات الدينية والتربوية والإعلام في الحد من ظاهرة التسول؟ نعم، أكيد هذه الظاهرة تستدعي تكاتف الجهود كثير من المؤسسات للقضاء عليها أو للحد منها على أقل تقدير، الحد من انتشارها وتفاقمها في المجتمع. المؤسسة التربوية والمؤسسة الإعلامية والأسرة والبيت والمجتمع المحلي والمؤسسات الدينية والمساجد والمراكز الدينية والمراكز الثقافية والإعلام ووسائل الإعلام، كلها
ينبغي أن تشترك في التعاون للحد من هذه الظاهرة عبر منشورات توعوية وإرشادية وبرامج، إذا كان في الإعلام برامج تقدم يعني بيان الوجه السلبي لهذه الظاهرة وأسبابها وعواملها. وحتى مراكزنا الدينية تساهم بشكل كبير عبر الخطب والمنابر المسجد والكنيسة والمعابد. إذا تحدثنا عن هذه الظاهرة وعين الناس، تحدثنا عن مخاطرها، تحدثنا عن مخاطر هذه الظاهرة وكيف يزج بالأطفال، يزج بالنساء في الشوارع، يزج في النساء في أماكن مشبوهة قد يكون عرضة لانحرافات وعرضة تستغلهم عصابات المخدرات أو غير ذلك، أو عصابات الجريمة المنظمة. فإذا المؤسسة التربوية والتعليمية، التعليم مهم جدا للقضاء على هذه الظاهرة. هؤلاء الأطفال يعني ينبغي أن يعلمون، ينبغي أن تحرص عليهم الدولة بمؤسساتها، تعطيهم فرص العمل. أنه ما ممكن أنه طبعا هذه المسائل العلاجية إذا نتحدث عنها وسائل الحد منها، ينبغي أن نفتح مراكز تأهيل اجتماعي وثقافي وتربوي لزج هؤلاء الصبية خاصة الأطفال في هذه المؤسسات، حتى يعني يمكن أنه يحصلون على مهارات تعليمية وأخلاقية وتربوية، وحتى يمكن أن يهيئون إلى يعني ممارسة تطوير قدراتهم ومهاراتهم، أعمال يدوية، أعمال مهنية، صناعة، تصليح، كذا مثلا، تستغل طاقاتهم حتى يطلع للشارع أو للسوق يعمل ويشتغل ويفتح له ورشة أو دعم. وسيما والنساء كذلك ممكن أن يدعمون بمشاريع أسرية، مشاريع بيتوية. يمكن أن تعالج هذه إذا ما شخصنا هذا الخلل وقدرنا أنه نغطي مؤسسات تستطيع أن تصل إلى هذه الفئات وتأخذ بيدها إلى سبيل النجاة. ممكن أن ندخل مراكز تأهيلية ونوفر لهم فرص عمل حتى نقضي على هذه الظاهرة. نعم. إذا المدرسة مسؤولة، المؤسسات التعليمية والتربوية مسؤولة، الأسرة بالدرجة الأساس، نعم. البيت، المجتمع المحلي، المراكز الدينية والإرشادية والوعظية، المؤسسات الإعلامية كذلك ينبغي أن يكون لها دور في هذا الجانب في إظهار. نعم دكتور خليل، رسالة من حضرتك. الظاهرة السلبية على المجتمع. رسالة من حضرتك لكل مشاهدينا في خصوص هذا الموضوع، موضوع مكافحة ظاهرة التسول ومساعدة المحتاج الحقيقي وتوفير المساعدة له. تفضل. نعم. طبعا يعني كما ذكرت انه هي ظاهرة عامة، ويعني المجتمع كله ينبغي ان يعني يحاول كل قدر يعني دوره ومكانته انه يسهم بقدر انه يعالج هذه الظاهرة. احنا لسنا ضد مثلا تقديم مساعدة والصدقة ومساعدة الآخرين، لكن هاي المساعدة تأخذ أبعاد أخرى تجير، يعني صارت مهنة، يعني صارت عمل، صارت وظيفة البعض أخذها، وحتى بعد يطرقون الأبواب، يتجولون في المحلات ويطرقون الأبواب. أنا بحاجة، إذا الطفل صغير أنا بحاجة مساعدة، امرأة بحاجة مساعدة، إذن في الشوارع، في الطرقات، في كل مكان. الرسالة ينبغي المواطن يكون يعني حقيقة يعني حذر من تقديم مثل المساعدة لهذه الجهات، انه هذه المساعدة تقدم في مراكز خيرية مثلا، عندها إحصاءات معروفة أفضل، يعني تكون مراكز عندنا يعني مراكز دينية، بالمراكز الاجتماعية، انه أسر موثقة تحتاج إلى تقديم خدمات ومساعدات، مرضى يحتاجون عمليات، فصاحب المساعدة ممكن أن يقدم هذا المال عن طريق جهة مؤسسية حتى يذهب بشكل سليم وصحيح، سواء احنا عندنا المراكز الدينية بالمساجد توثق العوائل الأسر، أو بالكنيسة توثق الأسر الفقيرة يدفع لها هذه المساعدات. يكون عمل منظم مبرمج أفضل ما، ونقضي على يعني ظاهرة الانتشار في الشوارع والتسول في الشوارع وطلب المساعدة بوصفها ظاهرة يعني مسيئة للمجتمع، مسيئة للفرد والمجتمع، مسيئة للمؤسسات الدولة، تعكس صورة غير حضارية مجتمع. شو المجتمع يعني فئة كبيرة منه يتسولون أو عايشين على التسول أو هم خط الفقر والتهميش. هل من الصعب مكان احنا في دولة ذات إمكانيات اقتصادية عالية جدا وقدرات مادية عالية لا نستطيع أنه يعني نوفر عيش كريم لهذا المواطن أو لهذه الفئات المهمشة،
حتى يعني نعيدها إلى خارطة المجتمع، إلى واقعها، وتمارس دورها الحقيقي كأسرة فاعلة ومنتجة محافظة على أبنائها، محافظة على أطفالها في المجتمع. فإذا العمل يعني يبدو مؤسسي وليس فردي يعني في هذا الجانب. نعم. نعم دكتور خليل محمد الخالدي، شكرا جزيلا على هذا اللقاء وعلى هذا الكم من المعلومات. أكيد إن شاء الله لنا لقاءات ثانية. شكرا لك دكتور. شكرا.